واكو كانت حرب بيناتهم. هالحكي انا راح اطلع لكم هسه رغيدان بلسانها تقول اكو حرب كانت عائليه بيناتنا، منو واحد يصعد على اشتاف الاخر. ويهمني جدا اطلع لكم هذه اللقطات، وحاولت اني قدر امكاني يا شباب انه اغوص صورتها واصواتهم العب بيها، لان هي وعصابتها قاعدين ركبه ونص على القناه، بس انزل اي فيديو لهم اي صوره لهم يشتكون على القناه. ف راح اشوفكم هسه مقطع لها الى رغيدان في لقاء مع سعد السيلاوي، وفي ذلك الزمن دي يحكون على هاي بعد سقوط نظامهم مباشرة. كان هذا اللقاء عام 2005. خلينا نسمع، اخذت مقطعين من عندها، خلينا نشوف شنو اللي قالته. إلى موضوع الفريق أول حسين كامل، وأنا كنت قد التقيته في عمان عندما لجأ آنذاك في عام 95. عندما خرجتم من العراق هل كنت تعرفين أنكم ذاهبين إلى بلغاريا حسب هنا سؤال مهم جدا، وعلى اساسه نقيس انه هل رغيدان كانت خائنه للعراق ولابوها. نظام ابوها، احنا هم العراق هم خونه كليتهم، بس هي كقياسات نظام ابوها، هل هي تستحق الاعدام؟ هل هي كانت خائنه؟ هل هي طلعت ويا حسين كامل بارادتها، لو كان مفروض عليها ومخدوعه وما تدري بالحقيقه؟ فخلي نسمع هي شنو كان جوابها. هو قالها هل انه انت فعلا كنت تتصورين انه من طلعتوا يا حسين كامل انتم رايحين البلغاريا، يعني خدعكم وجابكم العمان؟ اسمعوا جوابها ايش قالت. في الصحف، أم أنكم تأتين إلى هنا للجوء والابتعاد عن تلك الأجواء؟ هذا جانب. الجانب الآخر، هل حقا كان لعدي وقصي أو كان من سببين رئيسيين في خروج حسين كامل؟ راح أجاوبك على الشطر الأول من السؤال إذا سمحت. هسه طبعا جوابها واضح عندكم صح؟ تسمعون شباب؟ هو اللقاء مالتهم بديستورشن، يعني بوشه قويه. فهنا رغيدان، خلي نرجع من البدايه. سالها سؤال، او ليش نرجع من هنا؟ هي قالت له راح اجاوبك على الشطر الاول من السؤال اللي هو هل انت طلعتي ويا حسين كامل بارادتك؟ هو قال لك احنا رايحين البلغاريا وبعدين غير المسار، لو انت كنت متفقه وياه على الطريق. خلينا نسمع على مود هذه اللي قاعده تدعي انه هي اليوم هي تمثل ابوها وتمثل نظام ابوها، هي اول خائن لابوها، هي خانت ابوها. خلينا نسمع. هل حقا كان لعدي وقصي أو كان من سببين رئيسيين في خروج حسين كامل؟ راح أجاوبك على الشطر الأول من السؤال إذا سمحت. أنا زوجة، هي زوج متحضر قطعا، معقولة يعني نطلع طريق إلى مصير المجهول دون نعرف خط سيرنا. هي زوجة لزوج متحضر. من هو المتحضر؟ حسين لقلق، حسين كامل. وما معقولة انه احنا نطلع الى طريق مجهول. معناته شنو مع كلامها؟ انه هي تعرف وين رايحة ومتفقين على كل شيء. اسمعوا. وأنا إنسان غير مثقفة، ولا ويا هاي نكتة مال متحضر لازم نضحك عليها ونتمرغل بالقاع، واحد يدغدغ الثاني الى درجة الغثيان، بحيث واحد بالاخير يغم رغد يلا يرتاح. فهاي مال متحضر كلش عجبتني، بس مالي واهس لان كنت دايخ بالصوت فما مركز وما جتني الضحكة. تقول دقيقة شباب. حسين كامل متحضر؟ لا 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 لا. ولا رغيدان، ولا قعدي راحه، ولا يابا، ولا ام زرور السود. حسين كامل متحضر. زين خلينا نكمل. المهم ضحكت الحمد لله ما فاتتني. خلينا نكمل. المهم هي تقول عن نفسها مثقفه. اسمعوا. نعرف خط سيرنا، وأنا إنسان غير مثقفة، راح يقدر يقنعني بكلمات بسيطة. زين. قطعا أنا أعرف أنه كان توجهنا للأردن حصرا، يعني مو لمكان آخر. قطعا أنا كنت أعرف توجهنا إلى الأردن حصرا. عاشة وعيشة سعيدة رغيدان الدايحة. يا واليابا تحجونا بالوطنيات، وإحنا نظامنا كان عدل وأمن وأمان، والسيد الرئيس ورفعت راس البلد. طالعة إلى الأردن بإرادتك. هذا كلامك مو كلامي، كلامك بلقاء رسمي عام 2005. سعد السيلاوي وشخص ثاني دي يسوون لقاء وياك، اعترفتي هسه امام البشريه كلها، قلتي انا طلعت ويا رجلي بارادتنا الى الاردن.
ايش سويتوا بالاردن؟ انقلاب على ابوك وعلى نظامه، ورجلك راح اطلع الحلقات مالته من يقول الشعب العراقي تعذب، الشعب العراقي تدمر، الشعب العراقي انسجن، كل المساوئ اللي كانت، والشعب العراقي جاع وانظلم، كل هاي اللي قالها رجلك وانت بموافقتك بوجودك راح اطلعها للناس. فهاي مال اني وحزب البعث واني امثل البعثيين، انا على ابوك لا ابو البعث. خائنه انت ورجلك، المفروض عليكم الاعدام، تعدمون بذاك الزمن. فانت هسه المفروض الشعب العراقي ان كان من البعثيين النغوله وجماعه صدام او من عندنا كشعب نتفل عليك من الصبح لليل. هذا اعترافك بصوتك، مو اني دبلجته ولا اني قلته. واللي يريد هذا اللقاء خليه يروح موجود، اعتقد قناه العربيه في وقتها لقاء رغد صدام حسين الاول كان 2005 او 2004، طلع على قناه العربيه، تروحون تسمعون باذنكم. فهذا كلامك، وهذا دليل انه انت خائنه وطلعتي بارادتك الى الاردن. هذا اعترافك، خلينا نعيد الاعتراف ونكمل. طريق الى مصير المجهول دون ما نعرف خط سيرنا، ولانه انا انسانه غير مثقفه راح يقدر يقنعني بكلمات بسيطه. طبعا انا اعرف انه كان توجهنا للاردن حصرا، يعني مو لمكان اخر. السفر الى بلغاريا كان الحسين مو الناحيه الثانيه، بس خط السير يعني الى حد يعني اللي اعرفه صارحني بيه انه لا احنا راح نترك الى الاردن. لما طلعت وياه للاسف، هو على اساس طلعته هو الى بلغاريا، هاي على اساس انه كان عنده علاج في وقتها، وصارحها قالها ترى الطلعه مالتنا احنا للاردن مو لبلغاريا. ها صراحه حكتها المره من كانت شكلها وجه الانعال وهسه صارت وجه البسطال، اعترفت بكل شيء. فليش تنسون يا عراقيين، وليش ينسون العرب ويستقبلوها ابنة الرئيس القائد المجاهد بطل التحرير القومي؟ بس لا حد يعفط شباب، بدون زحمه عليكم. الطيط ممنوعه الا اذا تكتب اياها من يا دوله، ما تحط لي طيط واحده ما مقبوله. بطل التحرير القومي واني ابويا كان ما اعرف شنو، يا ابوك بنت النغل. انتم مجموعه حثالات وكوشتوا على الحكومه وصارت بيناتكم مرادم. المهم هذا مو رباط كلامنا. انا اخذت هذا المقطع البدايه لاثبات للناس انه هي طلعت ويا زوجها الى الاردن بارادتها. خلينا نسمع الباقي. سبب الجرح كلش كبير الى والدي حقيقه، يعني دون ان اقصد قطعا. سببت جرح كبير الى ابويا دون ان اقصد. بنت النغل طالعه مسوي انقلاب على ابوك ودون ان اقصد. اللي يقصد شلون بدون زحمه؟ بس قولوا لي اللي يريد يقصد شغله يسويها شلون. اذا طلعتك وضد ابوك وسويتوا انقلاب وانت ما قاصده، العاد اللي يقصد شلون؟ فهمونا. اي قصد، بس خشيت انه لو يطلع حسين وحده والظروف تصعب عليه او ياخذ الاولاد ويطلع، راح يقولون ما التزمت ابن عمها. بس لما هو بالدوله وسلطه ومكانه معينه، برغم الحمد لله وشكر يعني مكانتي يعني كبنت رئيس دوله ايضا محفوظه وموجوده، بس تنقال انه مره ما لزمت ظهر رجلها. اضطريت الى انه كنت بين نارين، بين نار الاهل والاب وبين نار الزوج، فطلعت بين نارين. الحقيقه يعني كانت طلعتنا غلط ورجعتنا غلطا اكبر، يعني هي الخطوتين كانت غلط. المهم طلعتكم كانت غلط ورجعتنا غلط اكبر. هذا اعتراف من عندك بالخطأ، والاعتراف بالخطأ فضيلة بالنسبة للناس العاديين. بالنسبة لكم هذا الخطأ معناته اعدام، معناته لان انت ورجلك سببتوا ب مددوا علينا الحصار من سنة 95 الى عام 2003. 8 سنين عانى الشعب العراقي، خسرنا اولادنا، كبار السن ماتوا، ظلينا بالجوع وظلينا بالحصار بسببك انت ورجلك.